اخوان السلام عليكم. احسن معقم للسجنه من الرطوبه هو هذا معقم ناضي. هذا تيحيد لك الرطوبه من السجن. راكم عارفين دابا هاد الخيارات اللي طاحت ما شاء الله. مشيت جبت لهم هذا ودرت لهم هذا المعقم هذا. يا سلام. وكاين تيتباع عاوتاني غبره، بغا يديرو غبره راه تيتباع غبره. كاين تيتباع عاوتاني غبره. هذا ما شاء الله. هذا بالنسبه للانسان اللي عنده تيكون عنده الغموليه. راكم عارفين دابا هاد البروده دابا اللي طاحت، هاد الشيء وهاد الخير ما شاء الله ينفعنا بها. هانتوما هذا انا تنعقم به السجنه ديالي فوق الشتا، فاش تكون الشتا خير بحال هكا. هو علاش؟ لانه هو تيمتص الرطوبه. ما تيخليش الرطوبه تنتشر ويقتل لك البكتيريا اللي كاينه عند الحمام، ويقتل لك كاع داكشي اللي غتخاف منه الحمام غيقتلو. الحجر هذا ما شاء الله طبيعي، ويقدروا ياكلوا منه الحمام، تيهزوا منه داك التفتيت الصغير. واخا ما شفتهمش ياكلوه ممكن ياكلوه. يعني الاخوان هانتوما ما شاء الله تينشف. حيت دابا راه ما تيدخلش عندي الماء، ولكن الرطوبه حيت ما تضربش الشمس في هاد الوقيته في هاد الجهه بزاف. نتوما شرباتها الرطوبه كاينه بزاف هنا. يعني درت ليها انا هذا الحجر هذا يا سلام. نديرو عاوتاني هاد البلاصه دابا. مع هاد البلاصه نقيت هاد البلاصه هادي حتى هي فيها الرطوبه، يعني غادي ندكو ليها شويه. يا سلام جربوها ردوا عليا. هذا كاين اللي تيبيعو غبره، كاين التروكري اللي تيبيعو غبره، هما ما تيبيعوهش بالكيلو. كاينه خنشه تتباع، خنشه 25 فيها 50 تقريبا ولا 25 ما عقلتش، تتباع هي كومبلي. احسن معقم الشادر هذا. البخوش ما يدورش حتى حاجه، ما تدور عندك كاع. راه دارت عندك شي حاجه. راكم عارفين هما هاد الحجر هذا راه تيديروا الناس والطيور. راكم عارفين ان هذا ما شاء الله نفيدو معكم الحاجه اللي درناها. نحاولوا نستافدوا مع الخوت. داكشي اللي كاين. ماكش بغيت نديرها، طلعت دابا لقيت شويه الرطوبه هنايا ولقيت لهم واحد شويه صافي، وانا ندير هذا. حتى راه نبارطاجيها مع الخوت يستافدوا حتى هما يستافدوا. هانتوما هذا تيمتص الرطوبه ويقتل البكتيريا في نفس الوقت. هذا الحشرات كلشي تيقتلو كلشي. هانتوما الاخوان، نتوما الا بغيتي ديرو حتى في العشاش ديروه في العشاش، راه ما كاينش مشكل. عاوتاني في العشاش تيكون واعر. الخوشه هاد سميتو ما تيعيشوش معاه كاع نهائيا. هانتوما الخوت طولنا عليكم في هذا الفيديو. المهم هذا الحجر هذا يا سلام صراحه زكان.